ريال مدريد بينتصر على ليجانيس بنتيجة 3-2 بعد ماتش مليء بالريمونتادات. ريال مدريد بيتقدم وليجانيس بيعمل ريمونتادا، بعد كده ريال مدريد بيعمل ريمونتادا. فماتش حرفيا يليق بان هو يبقى ماتش العودة من اسبوع التوقف الدولي. ماتش كان مولع. ريال مدريد يرجع تاني لسباق المنافسة على صدارة الدوري. فيلا بينا عشان اقول لك ايه اللي حصل في الماتش. مبدئيا تشكيلة الفريق كان فيها نقص كبير جدا، وهو ان كورتوا كان مصاب وما قدرش ان هو يلعب الماتش النهارده. في حراسة المرمى كان اندريا لونين. رباعي خط الدفاع للاسف كان فيه لوكاس فاسكيز وجنبه روديجير واسينسيو وفران جارسيا. ثلاثي خط النص كان مكون من كامافينجا وبيلينجهام مودريتش. وثلاثي هجومي كان المدورة بقى ابراهيم دياز واردا جولر ومبابي، علشان فينيسيوس ورودريجو كانوا لسه راجعين من البرازيل، فكان انشيلوتي مقرر ان هو هيريحهم النهارده. الماتش في الاول كان هادي كده ما بين الفرقتين لحد ما شفنا في الدقيقه 25 كرة من ابراهيم دياز بيلعبها حلوه قوي كده في ظهر المدافعين، ومبابي بيسرق المدافع وبيتحرك من وراه وبيروح وبيحاول ان هو يروح على الجون وبيحطها كده بشماله، ولكن للاسف بتطلع جنب المرمى وبيبقى اول تهديد من ريال مدريد على مرمى ليجانيس. بعد كده في الدقيقه 30 شفنا كرة حلوه قوي 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 من بيلينجهام بيلعبها كده لاردا جولر، واردا جولر بيخش ويحضن عليها بشكل حلو قوي علشان يقدر ان هو منها يحصل على ركله جزاء لريال مدريد. ناس بقى فيها بتقول ان هو المدافع لمس الكرة الاول، وناس ثانيه بتقول لا ما لمسش الكرة الاول. الاعادات اللي كانت ظاهره قدامنا هي مش باين هو المدافع لمس الكرة الاول ولا اردا يعني ولا ما لمسهاش يعني اصلا وخبط في اردا جولر على طول، فدي انا مش قادر احددها لك. ولكن ريال مدريد اتظلم في حاجات تانية تاني قدام، وكان ليه حاجات تانية قدام، فمش هي دي اللي هنقف عليها دلوقتي. وفي الدقيقة 32 امبابي بياخد ضربة الجزاء وبيسددها وبيحطها بانينكا في الحارس، ولكن الحارس كان هيشيلها، ولكن الحمد لله ربنا ستر وقدرت ان هي تخش جون ويبقى الهدف الاول لريال مدريد قدام ليجانيس. وبعدها على طول من السنتره في الدقيقه 33 كوره فران جارسيا بيطلع من مكانه وروسير بيبدا ان هو ياخد الخط بقى وبيجري، وفران جارسيا مش لاحقه علشان يلعبها بالعرض، يجي حد بيشوطها تمام فبتقلش يعني ما بتطلعش حلوه منه، وفران جارسيا يطلع مغطي الاوفسايد كمان علشان تروح لحد تاني. المشكله بقى ان الداهيه التانيه بقى اللي هو لوكاس فاسكيز الكره تبقى ملعوبه من قدامه وتعدي ما بين رجلين الاثنين وتروح للمهاجم اللي بيستلم وبيحطها في الجول، وطبعا كل ده كان متغطي عليه من الاوفسايد وبيسجلها هدف، وبيبقى ما لحقناش نحتفل بالجون حتى عشان تبقى 1-1. بعد كده في الدقيقه 36 شفنا محاوله من ريال مدريد ان هي تبدا ترجع تاني للماتش بكرة من بيلينجهام بيلعبها بعد كده لابراهيم دياز اللي بيحطها، يعني كرة مبابي الاول حلوه قوي بظهره وبيوديها لابراهيم دياز، ابراهيم دياز لبيلينجهام، بيلينجهام اللي بيلعبها لاردا جولر حلوه قوي قوي، وجولر يروح لعبها لابراهيم دياز حلوه قوي 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 برده، لكن ابراهيم دياز بيتباطأ كده لحد ما بتتقفل عليه وبيشوطها بره وبتضيع. بعد كده في الدقيقة 41 بنشوف مساحات صالحة للاستصلاح سواء الزراعي أو العمراني في ظهر لوكاس فاسكيز، وطبعا بيجي منها كرة بتتلعب بالعرض، أو الأول أسينسيو يعني يحاول إن هو يخش يغطي على المساحة دي، والكرة بتدربك كده ما بينه وما بين مهاجم ليجانيس وبتيجي في إيديه تمام وما بيتحسبش فيها أي حاجة عادي أهو تمام، وبعد كده بتتلعب بالعرض عشان يخش يسجلها هدف مهاجم ليجانيس. والمشكله بقى في ايه؟ المشكله ان روديجير وكامافينجا الاثنين واقفين سايبينه في النص ما بينهم، لا ده مسكوا ولا ده مسكوا، وبيبقى هدف و2-1 لصالح ليجانيس علشان الماتش يتقلب عليك بدري قوي ويتصعب عليك بدري قوي وانت في عرض النقطه. بعد كده في الدقيقه 46 او بعد اول دقيقه من الوقت الاضافي للشوط الاول كرة فران جارسيا بيقطعها من الضغط العالي وبيديها لمبابي، وبعد كده بيحاول ان هو بيفتح الملعب فالمدافع بيروح معاه، فبالتالي بيظهر مساحه كده ان مبابي يحط فيها ار2 وبيعدل وبيحط، ولكن الحارس بيتالق وبيشيلها بتروح على اليمين، اردا جولر بياخدها وبيلعب عرضيه لكيليان مبابي، ولكن للاسف بيضيعها بدماغه كمان وبينتهي الشوط الاول على كده. والشوط الثاني بيبدا بكوره في الدقيقه 47 كوره عرضيه من فاسكيز بتروح لاردا جولر اللي بيعمل تفويته حلوه قوي 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 لمبابي، اللي بيبصيها لفران جارسيا اللي بعد كده بيرجعها تاني لبيلينجهام اللي بيسدد وبيشوط، وللاسف الحارس بيصدها وبترجع تاني ابراهيم دياز بيحط بيخش ويكمل عليها ويشوطها، والمدافع بيشيلها من على خط المرمى وتطلع كده وتخبط في العارضه وترجع تاني علشان تلاقي بيلينجهام هو اللي داخل وبيعمل الفول وراها. واحلى دور لبيلينجهام هو الفولو في الكور اللي زي دي، لو بصيت على مبابي هتلاقي مبابي واقف على ال 18 ومفيش غير بيلينجهام بس
هو اللي كان متوقع مكان الكوره ودخل وعمل فعلا ما بين كل اللعيبه اللي كانت واقفه، وان هو يحطها في الجون علشان يعلن عن هدف التعادل لريال مدريد. بعد كده في الدقيقه 54 كوره حلوه قوي من مودريتش بيطلع بيها فران جارسيا كده اللي بيلعبها بالعرض لمبابي اللي بيغمزها لابراهيم دياز علشان يخش ويحط ار2، ولكن للاسف بتروح في العرض. وبتيجي الدقيقه 62 علشان ريال مدريد يبدا يعمل التبديلات بتاعته بنزول فينيسيوس جونيور ورودريجو مكان ابراهيم دياز واردا جولر. خلاص انشيلوتي ابتدى يشوف ان الماتش بيهرب منه وهو محتاج ان هو يكسب، متعادل 2-2 فلازم ينزل اللعيبه من على الدكه. بعد كده كمالة محاولات ريال مدريد علشان يجيب هدف الفوز بنزول فالفيردي مكان لوكاس فاسكيز، كمحاولة كده ان انت تبقى بتأمن الجبهة اليمنى اللي ضايعة دي، وكمان تبقى فالفيردي اكيد هيبقى احسن من فاسكيز سواء دفاعيا او هجوميا. بعد كده في الدقيقة 76 ريال مدريد بياخد فاول كده من على حدود ال 18، بنشوف مبابي بياخد الكورة وبيحاول ان هو بيهوش كده، بيدي تهويش عشان يشوف تحركات اللعيبة، بعد كده بيبصيها لفران جارسيا اللي واقف جنبه اللي بيثبتها له علشان يخش. مبابي بيحط كورة حلوة قوي، فاول حلو قوي من مبابي لهدف لريال مدريد علشان يبقى بيعادل رقم كريستيانو رونالدو 33 هدف في اول موسم ليه مع ريال مدريد، بيعادل رقم كريستيانو وفان نيستلروي، هما الثلاثه حاليا ب 33 هدف. ومبابي بيعلن ان الفوز لريال مدريد في ماتش النهارده. وطبعا انشيلوتي بعد ما سجل الهدف الثالث في الدقيقه 81 بينزل تشاوميني مكان لوكا مودريتش عشان يبدا يامن على الماتش كده، عشان هو مش عايز اي قلق النهارده وعايز يطلع بالثلاث نقط الصعبين دول بسلام. وبالفعل ريال مدريد بيقدر ان هو يخلص الماتش وياخد 3 نقط صعبين جدا قدام ليجانيس اللي قدرت ان هي تفوز على اتلتيكو مدريد وتفوز على برشلونه. ولكن ريال مدريد السنه دي الحمد لله 3 مرات ب3 انتصارات عليهم، مره في الكاس ومرتين في الدوري، وما قدروش يعملوا معانا اي حاجه. وبينتهي الماتش على كده باداء حلو قوي من بعض اللاعبين. طبعا تقييم اللعيبه في ماتش زي النهارده ده، اندريا لونين ماشي قدر ان هو يشيل كوره ولا حاجه، ولكن اتراح عليه بكورتين صعبين مش غلطته، ولكن برضو يعني ممكن كورتوا كان يلحق واحده فيهم، فهو تقييمه هيبقى اقل شويه، يبقى 7.5 من 10. رباعي خط الدفاع سواء لوكاس فاسكيز او اسينسيو او روديجير او فران جارسيا كانوا مش حلوين النهارده، مش احسن حاجه. اي نعم لوكاس فاسكيز اسوأ حاجه طبعا فيهم اللي هو يستاهل 5 من 10 مثلا. فران جارسيا غلط في الجون الاول او الجون الثاني يعني ليهم، ولكن قدر بعد كده ان هو عمل كذا كره حلوين تانيين، فممكن يبقى التقييم بتاعه 6.5 من 10. وبالنسبه لقلبين الدفاع طبعا روديجير الكرة الجون الثاني ده غلطته 100% هو وكامافينجا، فطبعا هياخد برضه تقييم 6 من 10. واسينسيو النهارده كان حلو شويه فهياخد 7.5 من 10. ونروح لثلاثي خط النص، اول واحد معانا هو كامافينجا اللي هو كان مشترك في الخطأ بتاع الهدف الثاني مع روديجير، تقييمه برضه هيبقى 6 من 10 مش احسن حاجه. ولوكا مودريتش كان حلو النهارده، قدر ان هو يعمل باصات كويسه، ياخد فاولات في المناطق كويسه، يعمل بري اسيست للجون اللي هو كان الثاني بتاع بيلينجهام، هو اللي ودى فران جارسيا في الاول، فكان حلو النهارده ويستاهل 8 من 10. واخر لاعب معانا في خط النص وهو الجوهره بيلينجهام اللي عامل اداء النهارده حلو جدا سواء دفاعيا او هجوميا، وزي ما قلت لك هو بيعمل اهم دور ليه وهو التكمله اللي بتبقى جوه ال 18 دي كانت حلوه قوي. مبابي نفسه كان واقف على خط ال 18 في الحين اللي هو توقع ان الكوره ممكن تنزل تاني ودخل وعمل عليها فول وقدر ان هو يسجل هدف، فتقييمه النهارده يبقى 9.5 من 10. اما بقى بالنسبه لثلاثي الهجوم سواء اردا جولر وابراهيم دياز مبدئيا فالاثنين ما كانوش احسن حاجه النهارده منهم، ممكن يبقوا 7.5 من 10 يعني تقديرا لان هم برده مش بيشاركوا كتير، خاصه اردا جولر. ابراهيم دياز المفروض كنا منتظرين منه اكتر من كده، ولكن ابراهيم دياز دايما بتنتظر منه الاكتر في سواء في الجبهه اليمين او في المكان بتاع بلينجهام، لما بلينجهام بيبقى بيلعب ابراهيم دياز بيبقى مختفي شويه على الناحيه الشمال دي. ونروح في النهايه البطل الليله اللي بيعادل رقم كريستيانو رونالدو وفان نيستلروي كالاكثر تسجيلا او تاني اكثر تسجيلا في اول موسم ليه مع ريال مدريد وهو 33 هدف، ومبابي فاضل له 4 اهداف بس علشان يبقى الاكثر تهديفا في خلال الموسم الاول ليه مع ريال مدريد، بطل الليله واللي قدر النهارده يسجل هدفين، واحد من ضربه جزاء والجون الثاني حلو قوي من الفاول. فمبابي النهارده كان حلو جدا ويستاهل تقييم 9.5 من 10. وبس كان كل فيديو النهارده اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا وعن الكوره عن الفانتسي. سلام.